صغير ده يبقى دكتور، ده يبقى دكتور، طبيب يبقى طبيب خلاص. يعني الموضوع داير حسابات عشان بعد ذاك ما تندم. انا احمد صديق طبيب خريج كليه الطب جامعه الخرطوم. لو كان دي اول يوم لك في القناه ما تنسى تشترك في القناه، وكمان اضغط على الجرس الصغير ده عشان ما تفوتك الفيديوهات الجديده. اول حاجه انا بقول مبروك لطلاب الشهاده السودانيه التفوق والنجاح. فانت لو جبت الدرجه اللي انت عايزها عشان تخش طب، او انك ما جبتها، او مفكر انك تعيد السنه، او مفكر انك مثلا تخش قبول خاص، انا شايف انك انت مهم جدا انك تحضر الفيديو ده. الليله حنعرف 10 اسباب ممكن تخليك تغير رايك في دراسه الطب. طيب في دول حيسالني يعني انت ليه زول محبط كده، يعني ليه بتبعد الناس من دراسه الطب؟ انا ما ببعد الناس من دراسه الطب، لكن كل السودانيين بتحسبهم عايزين يبقوا اطباء، او حتى ابائهم او امهاتهم عايزين انهم يبقوا اطباء. حبيت انه اوري الناس يعني بس انه قد يكون الطب ده ما مناسب بالنسبه لك. السبب الاول ممكن ان تكون حاجه سمعتوها كثير، انه يا جماعه دراسه الطب صعبه. اثناء دراستك للطب وبعد تتخرج واثناء انت ما شغال حتكون تعبان شديد، ما لاقي وقت انك تنوم، جعان وعطشان واي حاجه. بعد ده بتكون شغال وبتكشف على مرضى والمفروض تكون مبتسم لهم في ظل الظروف الصعبه دي كلها، فالموضوع ما سهل يعني. درجة في اكزام تدرس طب؟ شو انا بدرس طب؟ فبتسأل نفسك السؤال ده كثير، يعني يا جماعه انا جابني هنا شنو ذاته؟ يعني حيكون زمنك مضغوط شديد، قد تبعد من اسرتك نوعا ما واصدقائك كمان. دراسه الطب دي ما عارفين انه مكلفه جدا للوقت. يعني انا مثلا لو جيت حسبتها عندنا هنا في السودان، يعني انت بتقرا 5 أو 6 سنه، ممكن كمان لو جامعتك بتقفل يعني تبقى كمان 7 سنه. ما علينا. فالخمسة ولا 6 سنة دي يا دوب انت كنت بتتخرج، بعد ذاك تاني عندك امتياز وعندك خدمة وطنية، وبعد ذاك حتتخصص 4 سنة مثلا على الأقل. فانت داير لك من 10 ل 12 سنة عشان يا دوب كده تكون شنو؟ درجة في اكزام تدرس طب؟ لا طبعا ما بدرس طب، لأن الصراحة يعني لو اشتغلت رقاص أحسن لي، يعني بليلة واحدة بطلع حق الموازي. ممتاز. فالموضوع ما سهل، يعني ما الموضوع ما موضوع انه والله يا اخي خلاص انا اخش طب واجري واشوف الحاصل شنو. هو مكلف للوقت ومكلف للمال طبعا برضه، يعني ما ننسى الحاجة دي. الحاجة دي بتقودنا للنقطة الثانية، انه يا جماعة الطب ده ما فيه قروش. كطبيب انت بعد في بداية حياتك ما حيكون عندك قروش. الحاجة دي انت لازم تفهمها كويس. حتى انت بعد ما تبقى اخصائي او كده، حسابات الزمن اللي انت بتقضيه في المهنة دي وحسابات العائد الراجع لك، يعني هي في كثير من التخصصات الثانيه ممكن تلقى فيها قروش وهي ما متعبه. يعني قد يكون الدوام بتاعها دوام عادي، يعني ما بتحتاج تساهر بالليل. مثلا بتكون مثلا شغال في جامعه الصباح، قد تكون شغال مثلا في مستشفى بالنهار وثاني تشتغل في العياده بالليل. الموضوع بجد ما سهل. فالموضوع يا جماعه بتاع الطب ده من ناحيه ماديه بحته ما جايب حقه نهائي 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 نهائي، خصوصا في السنين بتاعتك الاولى. نهائي 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 نهائي، خصوصا في السودان. السبب الثالث والحاجة دي منتشرة كتير في المجتمع بتاعنا، انه الواحد بيكون عايز يقرا الطب عشان اهله عايزين يقروا الطب، امه وابوه وكده. طبعا اول حاجه نقطه نثبتها، انه فكره انك تستشير امك او تستشير ابوك او اي زول من اهلك دي حاجه كويسه، لانهم هم عندهم تجربه قبليك في الحياه. لكن في نفس الوقت ما المفروض هم يقرروا لك القرار ده. القرار ده حقك انت ودي حياتك انت. حياتهم هم عاشوها، الحياه اللي انت عايشها هسه دي حياتك انت ما حياتهم هم. فانت المفروض تقرر. انت ممكن تستشيرهم، ممكن هم يدوك راي، وهم طبعا بيحبوا لك الخير. يعني كان رايك مخالف لرايهم وان هم شايفين انك انت المفروض تقرا طب وانت عندك مجال ثاني انت بتحبه، انت المفروض تقعد معاهم وتقنعهم. لكن في النهايه القرار قرارك انت ودي حياتك انت، ما المفروض يجبروك على حاجه معينه. فانت لو بتحضر في الفيديو ده عندك ولدك ما حاب يقرا طب، رجعت تحاول تتفهم الوضع بتاعه. يعني المجال ده انت حتقعد بيه لحد 40 50 سنه لقدام. يعني تخيل معاي انك انت بعد 40 50 سنه لسه حتكون طبيب. فانت المفروض تكون الحياه دي بتحبها انت، مش اهلك هم اللي بيجبروك عليها او كده. الحياه مجموعه من الخيارات، فاختار خيار انت بعد 40 50 سنه حتكون سعيد وفخور بالخيار اللي انت اخترته ده. الحاجه الرابعه للاسف وحسب الدراسات اللي اتعملت، انه الاطباء بيعانوا اكثر من باقي المجتمع من الامراض النفسيه، مثلا زي الاكتئاب الحاد. فللاسف يعني نسبه كبيره منهم بيكونوا مدبرسين. فالحاجه دي نحن ذاتنا لاحظناها شخصيا. يعني فنتيجه الامراض النفسيه دي اثبتت الدراسات انه عندهم نسبه انتحار اكبر من باقي المجتمع. لانه يا جماعه زي ما قلت في النقطه الاولى، الموضوع ده ما سهل، بتمر على الزول ضغوطات شديده. ففي ناس ما بيتحملوا الضغوطات ده كلها، فقد تجيهم امراض نفسيه قد يختاروا يغادروا يعني في النهايه. فالموضوع ده في ناس بتتحمله وفي ناس ما بتتحمله. يعني في ناس بيقدروا بينظموا وقتهم كويس. في حكايه انه دراسه الطب في حد ذاتها صعبه، انا ما شايف سبب كافي بيمنعك انك تدرس طب، لانه كل زول حساباته وكل زول مقدراته اللي بيقدر بيعملها. السبب الخامس يا جماعه، الطب ليس للاذكياء. ما قصدي انه بيخشوا كل الاغبياء. يعني الطب عباره عن تذكر لمعلومات معينه عشان تحل بها مشاكل معينه. يعني انت بيجيك المريض عنده شكاوى معينه،
انت بتحللها وبعد ذاك بتطلع منها بخلاصه يعني. فانت عشان تكون طبيب ناجح ما بالضروره يكون عندك الذكاء الخارق الدرع ذاك. في حكايه انك انت شخص ذكي ده ما سبب انك انت تخش طب، وده ما يمنع انك تخش طب في نفس الوقت. السبب السادس انك انت عشان تكون طبيب ناجح المفروض يكون عندك مهارات ثانيه. تعلمت اجلي وتعلمت اطبخ وبكنس بمسح الحمد لله، فربة منزل. فالطب ما بس علم، فمثلا الطبيب في المستشفى بيعتبروه رئيس الفريق الطبي، فانت المفروض برضه يكون عندك مهارات قياديه يعني، المفروض يكون عندك مهارات تواصل كوميونيكيشن سكيلز عشان تقدر تتواصل مع المرضى وتتواصل مع زملائك في المستشفى. يعني برضه داير محتاج انك انت تكون زول صبور يعني، داير صبر الموضوع ده يا جماعه، طولة بال يعني زي ما بقولوا. برضه تعرف انك انت ما خلاص اتخرجت ولا تخصصت ولا هنا خلاص الموضوع انتهى، وانت المفروض طوالي تقرا لانه الطب ده كثير ممكن يتنسي، في نفس الوقت انت بتكون عايز تعرف الحياه الجديده، عايز تعمل بحوث طوالي برضه عشان تتقدم انت لقدام وتقدم حاجه للبشريه. فالموضوع بتاع الطب ده بس ما عباره عن انت مريض تكشف عليه، فالموضوع هو اكبر من كده. الحاجه السابعه وانا شايفه ده سبب مهم شديد، انك يكون عندك رغبه تقرا حاجه ثانيه او عندك مواهب ثانيه او عندك مهارات ثانيه عندك تحس انك انت ممكن تقدم فيها حاجه. يعني كثير من الناس بيشوفوا انه خلاص طبيب ده خلاص دي افضل حاجه ممكن الزول يعملها. لا، الموضوع ما كده. لو عندك مواهب تانية، لو انت بتحب اي حاجه تانية، لو بتحب الفنون خش فنون، لو بتحب الاقتصاد خش اقتصاد، بتحب القانون خش ابقى محامي قاضي اي حاجه يعني. قارن لو درست طب الفوائد الحاجناها شنو، لو درست اقتصاد الفوائد الحاجناها شنو، واهم حاجه انك انت حتبدع حتقدم اكثر للبشريه فيها تخصص صغير، ده ابقى دكتور، ده ابقى دكتور، طبيب ابقى طبيب خلاص يعني. الموضوع داير حسابات بعد ذاك ما تندم. لايف از تو شورت. الحاجة الثامنة يا جماعة انه يا جماعة في السودان النظام الصحي في السودان يعني في نوع من ما هو النظام الصحي اللي انت بتشوفوه في المسلسلات او بتشوفوه في دول ثانية شوية يعني لسه كده في فانت لو حتشتغل في السودان خد الحاجة في حسبانك. السبب التاسع، عايز اخش طب عشان اساعد الناس. انا ما اعرف لكن انت يعني لو خشيت اي تخصص ثاني ممكن تساعد الناس. فكرة يا جماعة انه تساعد الناس والحاجة دي خصوصا منتشرة عند الاطفال يعني. ممكن تساعد الناس بطرق كثير، ممكن تساعد الناس باموالك، ممكن تساعد الناس بمجهودك، ممكن تشتغل في منظمات تطوعية. طيب افرض فرضا انك انت والله يا اخي ما خشيت طب، هل الناس دي ما حيلقوا طبيب يعالجهم؟ الاطباء كثيرين شديد يعني، كثيرين. نحن معظم مشاكلنا لانه مش انه ما في نقص في الاطباء، مشكلتنا انه احنا الموارد البشرية عندنا ما قادرين نستغلها صح. فانت ممكن تخش اي تخصص ثاني وتساعد الناس. هي طبعا حاجه كويسه انك انت تساعد الناس وتكون قريب من الناس وتساعدهم وترعاهم، حاجه جميله شديد، لكن هو ما السبب اللي بيخليك تخش طب. بعدين اقول عليك انت كطبيب ما طوالي بتقدر تساعد الناس. في امراض علاجها مستعصي جدا، ممكن يكون المريض ما عنده القروش الكافيه انه يتعالج. في ناس طبعا بتفلسف وبيقول لك والله يا اخي اصلا المريض ده حيموت يعني، انت بس بتحسن من الكواليتي اوف لايف بتاعته يعني، ما اكثر من كده. النقطه العاشره والاخيره ممكن تستغربوا فيها لكن دي الحقيقه يعني، انه خلاص انا جبت درجه كبيره مثلا، جبت في الشهاده السودانيه مثلا كم 90 او كده، فبالتالي انا يا اخي اخش طب يعني ما اضيع الفرصه بتاعتي، انا ما دام جاتني الفرصه فبحسابات الزول ده كانه هي الطب ده احسن حاجه فبالتالي اخش طب. فانت ممكن تجيب درجه عاليه وما تخش طب يعني. انا بعرف ناس فوقين جدا وزعوم في الاوائل الشهاده السودانيه وخشوا كليات ثانيه وهسه ما ندمانين ومبسوطين جدا وسعيدين جدا، بيحبوا الحاجه اللي هم بيعملوا فيها يعني. النقطة الأخيرة وعايز أختم بها إنه يا جماعة العشر نقاط اللي قلتها دي أنا عايز أنوركم لنقاط معينة، عايزكم بس تفكروا يا جماعة هل الطب ده يا جماعة مناسب بالنسبة لي ولا ما مناسب بالنسبة لي؟ لأنه كثير من الناس بس لما تيجوا يستمعوا التسجيل بيكتب كل الخيارات طب وما بيكون مفكر في الموضوع أصلا يعني، لأنه أصلا ما كان شايف أي خيار غير الخيار ده. فأنا عايز أنوركم يعني للنقاط الصغيرة دي عشان أنتوا تاخدوا في بالكم لو عندكم أي حسابات ثانية تحسبوها، وفي النهاية هو قرار شخصي تختار أنت، ما بيختاروا أي زول غيرك. أنت برضه ممكن عشان تعرف عن الموضوع ده أو الحاجة دي للجيل بتاعكم، في الجيل بتاعنا ما كانت موجوده. لما خشينا الجامعه في 2010 ما كان في زول ورانا الحاجات دي، بس يا هو خشينا يعني. فانا حكيب لكم في التعليقات تحت قنوات بتاع اطباء طلاب طب تكلم عن حياتهم الجامعيه ودراستهم للطب، فممكن تستفيدوا منها يعني. الحاجه الثانيه انك انت ممكن تمشي المستشفى عادي، تقعد في المستشفى تشوف النظام كيف، هل النظام ده بينفع معك او ما بينفعك، تقعد لك كم يوم في المستشفى لو كان عندك طريقه للموضوع ده. للاسف ودي الحقيقه مرات الزول تفكيره بيتغير، يعني انت ممكن تختار تخصص هسه وبعد ذاك تفكيرك يتغير لقدام انك انت والله يا اخي الحاجه دي ما كنت انت عايزه. فانت احسن من هسه انك انت تفكر في الموضوع شديد، تبحث عنه كويس قبل ما تقدم. لسه عندك مثلا شهر او شهرين لحد ما تملى استمارتك بتاعت التقديم، فانت الحاجه دي المفروض تفكر فيها كويس يعني. ده قرار مصيري يا جماعه والرجعه منه صعبه يعني، ما سهل. بعد ما تخش الجامعه سنتين 3 4 وبعد ذاك تقول والله يا اخي دي ما الحاجه النافعه معي، انا المفروض ارجع ثاني واقدم ثاني. الحاجه دي يا جماعه ما سهله، صعبه شديد. فانت المفروض احسن لك تحدد من هسه وتفتش كويس عشان بعدين ما تندم. اديكم مثال، مثلا لما خشيت طب كنت عايز ابقى طبيب اطفال، وثاني بقيت قلت يا اخي والله غيرت رايي قلت داير ابقى طبيب نفسي، ثاني رجعت لطبيب اطفال، هسه حاليا خليتهم الاثنين داير اتخصص حاجه ثانيه مختلفه. لكن انا شخصيا ما ندمت اني خشيت طب وسعيد جدا
شايف نفسي انا لقيت الحاجه اللي انا ممكن اعملها في حياتي، رغم انه الفيديو قال لي كان ما محفز وكده، لكن انا بقول لكم انه الطب في النهايه الطب مهنه انسانيه، فانت لو بتحبه بعد ما بحثت واكتشفت انه دي والله دي الحاجه اللي انا بحبها، خش على بركه الله ومبروك لك. ولو لقيت انه دي الحاجه اللي انت مناسبه لك، شوف انت كان حاجه بتحبها وخش فيها. بالتوفيق لكم كلكم. لو حسيت انه الفيديو ده ممكن يكون مفيد لزول تاني، مثلا كان هو في السنه او هو ممتحن الشهاده السودانيه، ممكن تعمل له شير. ما تنسى تعمل لايك للفيديو، اعمل فيديوهات بتاع تثقيف صحي، والليله الفيديو بتاع الليله ده كان مختلف شويه، فلو حابيني انه انا اعمل فيديوهات زي دي يا ريت توروني حاجه دي في التعليقات تحت، ممكن تقترحوا لي مواضيع كمان لو ما اشتركتوا في القناه ما تنسى تشترك في القناه. شكرا لكم للمتابعه ومع السلامه.